خيرك ما يضيعش، ربي يشوف دمعة الحظ عيون الناس تكفي تشوف. مشاهدي قناة شبابية، مرحبا بكم في عدد جديد من عيشها خير. كل مرة نعيشها خير مع قصص لصناع العمل الخيري في الجزائر. قصتنا اليوم عنوانها عصام سبتي، رئيس مؤسسة دير الخير ونساه الخيرية. يلا مع بعض نكتشفوا خبايا القصة ديالو. السلام عليكم. معكم عصام سبتي، ناشط جمعوي في مؤسسة دير الخير والنساء الخيرية. موظف في شركة وطنية، متزوج لطفلين، ربي يبارك لهم إن شاء الله. ناشط دايما في مؤسسة دير الخير والنساء في العمل الجمعوي، وإن شاء الله دايما نبقى في خدمة المجتمع. لكل بداية مشوقة كانت في مؤسسة دير الخير والنساء، اللي كانت هي مجموعة، كانت صدفة. كانت هي فكرة مجموعة من الأصدقاء، بدأت في مجموعة، يعني عبر المواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك. بدأت صدفة ما بيناتنا، بعد مشينا فيها، كان رحنا وين اجتمعنا مع ناس ما نعرفوش بعضنا. كانت في يوم الثاني شفالها من عيد الأضحى في 2013، وتما بدأت المسيرة، تما انطلقت للخير ونساء، تما انطلقت القافلة الخيرية ديالنا. ماشي حنا اللي خيرنا هذا المجال، نقدروا نقولوا بلي الله عز وجل هو اللي ساقنا في هذا المجال، هو اللي وفقنا. ولكن كي شفنا روحنا في بهذا المجال نقدروا نفيدوا، نقدروا نوصلوا للناس اللي محتاجه. وعلاش نحرموا ناس بالك نكونوا حنا سبه. هذا هو اللي خلانا دائما نبقاو في هذا العمل الخيري، وهذه هي البدايه. كانت ما كناش دايرين حساب ان هذا العمل هذا يكمل، ولكن الحمد لله توفيق من الله عز وجل قدرنا أن نحقق المبتغى تاعنا، أننا نوصل إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين، إلى أبعد نقطة من الجزائر العميقة. شوف، العمل التطوعي ماهيش أرض مفترشة بالورود، يصراو لك بعض النكسات، ولكن باش تقوم بالعمل ديالك يروح مستحيل. الله عز وجل هو اللي الأدرى أنه يقبل العمل ديالك ولا ما يقبلش. ولكن العمل التطوعي في حد ذاته ما لازمش يكون هذاك التذمر، أنه تقول أنا راني ندير في باطل وأنا ما راني ندير وما عنديش نتيجة. النتيجة ما حش تلقاها الآن، النتيجة باك تلقاها في حياتك اليومية. وربي سبحانه يقيك من عدة مصائب تشوفها بعينك، ولكن الأجر يبقى عند الله عز وجل. وفي العمل الخيري أنه دير في حاجة في راسك، أنه توفيق من الله عز وجل، وجامي تقول راني ندير حاجة وما عنديش المقابل. إذا الحق وإن خممت أنه لازم ندير ويكون المقابل، أنا أعرف ملي بالمراكش إنسان متطوع. والله الحمد لله أن الله عز وجل وفقنا لعدة أنشطة كثيرة بزاف، منها خاصة القوافل التضامنية اللي قعدنا سنوات وسنوات فيها، اللي ركزنا عليها واحد سنوات. أنشطة تاع شهر رمضان اللي كل عام تتعاود، وشهر رمضان عنده خاصية مليحة. زيارة المستشفيات اللي كنا أشرف فوا نديروها، تنظيف بيوت الله اللي كنا أشرف فوا نديروها أسبوعية. حملات إغاثة المحتاجين، احنا نقولوا لها توزيع الوجبات على بدون مأوى في الطرقات، إلى غير ذلك من عدة أنشطة. والحمد لله
لله عز وجل يوفقنا لما هو أكثر. والآن اللي رانا في المشاريع الوقفية لتجهيز بيوت الله عز وجل، مشروع الوقفي سقاء لحفر الآبار، صداقة سقي الماء. رانا أيضا في مشاريع وقفية أخرى كثيرة، خاصة في شهر رمضان هذا اللي راح نطلقه إن شاء الله في المشروع تاع بطاقة الكرامة، اللي ننتقل هو مشروع لليتيم، كسوة اليتيم، أنه يكون عنده بطاقة كرامة، أنه يكسي نفسه بنفسه وبكرامة. بمجرد أنه قررنا أن نكون مؤسسة، حتى لقينا روحنا باللي راهي عندنا القدرة، عندنا الأفكار، عندنا التركيبة البشرية، لأنه المؤسسة ما راهيش عصام وحده، بل هي راهي مجموعة اللي دايما كل واحد فينا عنده جهد يبذل فيه، فكر يحطه داخل. لذا قررنا أن نكون مؤسسة، والحمد لله جوزنا كمجموعة، خذينا الخبرات، علمنا، درنا علاقات، خاصة في الولايات الأخرى، أنه وين نروحوا المناطق المعزولة، عرفنا لي روبير صح تاع المحتاجين، كيف تنفذ الفكرة، كيف تكتب الفكرة، كيفاش تجيب أفكار، كيف يتم تطوير الأفكار. وهذا الشيء اللي خلانا كمجموعة اللي قررنا بعدها أن نكون مؤسسة، باش نمشوا في العمل المؤسساتي اللي هو في حد ذاته عمل آخر، فكر آخر نوعا ما، يبقى في العمل الخيري ولكن في التنظيم ديالو يبقى مختلف نوعا ما كمجموعة خيرية. مواقف كثيرة بزاف، مواقف يعني اللي عشناها، ولكن موقف يعني كي إنسان يبدأ يخمم ويقول باللي إحنا رحنا لولاية تمراس في أبعد نقطة من الولاية، منطقة معزولة ما كاين ولا شيء، إنك أنت الله عز وجل يوفق هذاك المحسن أنه يعطي لك ليك، وأنت تروح لولاية تمراس وزيد تعرف ناس واحد آخرين، وهذوك الناس يزيدوا يدوك لهذيك البلاصة، وهذاك الإنسان اللي في وسط الصحراء ما يعرفوا حتى واحد، بيجي لحتى أنت تروح ليه تديله الرزق ديالو، تديله الأمانة تاعو، يكتبها له الله عز وجل، ما يعرفك، ما تعرفه، ما كان يستنى فيك، ما كنت على بالك بلاك حتلحق ليه. هذه الحاجة اللي كي وصلنا ليه تما خممت وعرفت باللي الرزق تاع الله عز وجل وين تكون يجيك. وهذه هي ما الحالات، حالات كثيرة عشناها. احنا وصلنا لعائلات اللي ما ننساش العائلة هذيك، انه عائلة كلها ما تشوفش، في منطقة معزولة، الأب ما كاش، الأم ما كاش، وما كانش مدخول، ما كان حتى حاجة، ما كان مؤونة، وكي ندخلوا ليهم حياة مزرية لدرجة أنك ما تقدرش يعني تريح معهم ولو دقيقة لحالة تاعهم، ولكن هذا كامل كي تريح معهم يقول لك الحمد لله ويحمد الله عز وجل صباحا ومساء. هذو هما الحالات اللي يخليوك دايما قلبك أنه تشوف 100 حالة تبكي 100 خطرة. الحاجة الوحيدة اللي تغير فيا في العمل التطوعي أنه هي القناعة اللي الإنسان ولا دايما يكون عنده في التفكير ديالو، أنه قد ما تكون الفوق وقد ما تكون انت إنسان عندك دايما كاينة ناس تحتك راهي محتاجة، كاين من الناس راهي ما عندهاش النعمة اللي راك فيها، خلاتني نعرف وش معناتها الحمد لله. وهذا هو اللي علمنا العمل الخيري فيه، أنه دايما وش تكون لازم تحمد الله عز وجل، لأنه كاينة ناس راهي محرومة من النعمة اللي راك فيها أنت. في العمل الخيري هذا لقينا روحنا باللي تعلمنا بزاف أمورات، ولينا نعرفوا باللي قد ما تكون الفوق كاين عيبة دايما تحتك. تعلمنا وشنو هو التواضع، تعلمنا وش معناتها القناعة،
الحمد لله عرفنا بزاف جمعيات خلونا نعرفوا رجال بأتمانة كلمة رجال خير في جميع ولايات الوطن. عرفنا وش معناتها الكرم، عرفنا وش معناتها الضيافة، عرفنا وش معناتها الناس تسعى للعمل الخيري، عرفنا وش معناتها أنه الأمانة كيفاش تحافظ عليها، كيفاش تنظم من بعيد الناس، كيفاش أنها تستقبلك، تحترم العمل ديالك، تقدر العمل ديالك. وهذا هو الحاجة المليحة في العمل التطوعي. شوف الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها لكل واحد شاب، نقول له بروفيتي من عمرك، بروفيتي من وقتك، خصص وقت للعمل الخيري، خصص دير في بالك باللي في اليوم ديالك على الأقل ساعة 2 ديرها لوجه الله، ماشي تاعك، ديرها لغيرك. لو عاد بي الزمان إلى الوراء سأختار نفس الطريق، ولكن أصحح بعض الأخطاء، لأنه في البداية أخطأنا في بعض الأمور في العمل الخيري، ولكن كنا نقص تجربة. ولكن نفس الطريق مليون مرة، أختار 1000 مرة هذا الطريق. عائلة ديال الخير ونساه، هي رسالتي نوجهها لجميع عضو كان في المجموعة انخرط معانا وراح، ولا اللي راهم دوكا نقول لهم ربي يحفظكم ان شاء الله. ربي كل دقيقة مديتها في العمل الخيري في مجموعة ديال الخير ونساه او مؤسسة ديال الخير ونساه، ان شاء الله ربي يكتبها لك في ميزان حسناتك. ودير حاجة باللي حاجة ما رايحة تضيع لك، وحاجة ما رايحة تروح لك، والله عز وجل يعرف نيتك. ونحبكم، أحبكم جميعا في الله، اللي كنتوا في المجموعة ولا اللي راكم دوكا في المؤسسة. نقول لكم واصلوا في العمل الخيري، فأنتم رجال أهلها إن شاء الله. حتى انت تقدر لها اذا مشيت بالنيه الصافيه ومشيت في هذا العمل الخيري، ومشيت خاصه في الشورى ما بينكم، الجماعه اللي تكون تخدم معاك دائما احترمها، قدرها، اسمع لها. حتى انت تقدر لها اذا خممت انك لازم تدير هذيك الحاجه، حتى انت تخمم انك لازم تكون سبه في الخير، حتى انت لازم تخمم باللي كل دقيقه تمشي لك في نهارك لازم تكون دائما فيها الخير. حتى انت تقدر لها اذا ديسيديت وخممت وقررت انك تكون في هذا الطريق. هذا الطريق هو اللي راح يخرجك، هذا هو الطريق اللي راح يقيك من المصائب، هذا هو الطريق اللي راح يخلي الله عز وجل يفرح بك، يوفقك، يرزقك، يعطيك الحاجه اللي راك متمنيها ولا في خاطرك، وباذن الله ماكش حتتغبن في حياتك لانك صح تقدر لها. كل قصة من عيشها خير نتعلموا منها دروس، وهذه القصة بالذات تعلمنا منها الإصرار وحب العمل الخيري، من مجموعة خيرية ديال الخير ونساه إلى مؤسسة ديال الخير ونساه، وعنوانها عصام سبتي. عصام ما كانش وحده في هذا العمل الخيري، كان معه فريق، ومن هذا الفريق قصة عصام سبتي اللي هو قدر لها مع فريقه. انتم تاني تقدروا لها في عيشها خير. واش راكم تسناو؟ سلام. خيرك ما يضيعش، ربي يشوف دمعة الحظ عيون